بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك معنا في القناة. اليوم نقص عليكم بعض القصص القصيرة المفيدة. القصة الأولى بعنوان فأخرج يدك بيضاء. قال سعيد بن حفص المديني: قال أبي: أوتي بالمأمون بأسود قد ادعى النبوة، وقال: أنا موسى بن عمران. فقال له: إن موسى بن عمران أخرج يده من جيبه بيضاء، فأخرج يدك بيضاء حتى أؤمن بك. فقال الأسود: إنما فعل موسى ذلك لما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. فقل أنت كما قال حتى أخرج يدي بيضاء، وإلا لم تبيض. والقصة الثانية بعنوان كيف رأيت دين الإسلام. قال الماجشون: كان بالمدينة عطاران يهوديان، فأسلم أحدهما وخرج فنزل العراق، فالتقيا ذات يوم، فقال اليهودي للمسلم: كيف رأيت دين الإسلام؟ قال: خير دين، إلا أنهم لا يدعون نفسوا أي نخرج الريح في الصلاة كما كنا نصنع ونحن يهود. فقال له اليهودي: ويلك، افسوا وهم لا يعلمون. والثالثة بعنوان فقه المواريث. سئل بهلول عن رجل مات وخلف ابنا وبنتا وزوجة ولم يترك شيئا، فقال: للابن اليتم، وللبنت التكل، وللزوج خراب البيت، وما بقي فللعصبة. أما الرابعة فبعنوان رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. جاء رجل إلى ابن عقيل فقال له: إني أغتمس في النهر 2 و3، ولا أتيقن أنه قد عمني الماء، ولا أني قد تطهرت. فقال له: لا تصلي. قيل له: كيف قلت هذا؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، ومن ينغمس في النهر 2 و3 ويظن أنه ما اغتسل فهو مجنون.